صفقة مهاجم الأهلي الجديد، طبعًا ده مسلسل بقى طويل وبقى ممل وخلاص الناس زهقت منه، وبقى في جزء كبير من الجمهور بيتساءل هو في مهاجم أصلًا جاي والّا لأ؟ الإجابة قولًا واحدًا في مهاجم جاي، لأن ده تقريبًا شرط من شروط كولر للتجديد مع الفريق، ده جزء، والجزء التاني نظرًا لحاجة النادي لمهاجم، وإن أنا بعت محمد شريف حتى لو دخلت صلاح محسن، بس الأهلي مش هيكمل أكيد بكهربا بس وصلاح محسن. الكلام كله الفترة اللي فاتت كان على سوزا فقط لا غير. الراجل ده خلاص بقى بشكل رسمي نادي جيونبوك الكوري المالك لسوزا اعلن ان اللعيب ده مكمل ومش هيتباع، بكده احنا خلاص احنا سوزا بره عننا. الكلام الجديد اللي بيتقال والله اعلم، محدش يعرف اسم اللعيب دوت غير ناس قليله جدا في النادي اللي هيجي. اخر حاجه ان في صحفي تركي اتكلم ان نادر شوقي وصل تركيا عشان يتفاوض على جاكسون موليك. الناس هتتكلم طب ازاي الراجل ده كانوا طالبين فيه 4 مليون وايه اللي فتح القصه دي تاني؟ بصوا يا جماعه مفيش دخان من غير نار. دلوقتي كان في من فتره قريبه كلام على ان نادر شوقي هيمسك مدير التعاقدات مكان امير توفيق اللي هينتقل لشركه الكوره. ده جزء. الجزء الثاني، لو هنفترض ان الصحفي التركي اللي نزل الخبر ده نزل الخبر عشان يعني مدعوم من نادي بشكتاش ان هو يعني بيسخن نادي تاني عايز موليكا او كده فبيزودوا السعر، فمنين برضه هيعرف ان نادر شوقي اللي مرشح ان هو يجي مدير تعاقدات للاهلي وصل تركيا عشان يتفاوض على موليكا؟ ده جزء تاني. فاحنا مش هنستبعد لو شفنا جاكسون موليكا الاسبوع اللي جاي بيمضي للاهلي. جاكسون موليكا لو انت هتجيبه في رايي هو اربح صفقه ممكن تتجاب للاهلي، حتى لو اخر فتره الراجل ما بيلعبش اساسي عشان فينسنت ابو بكر، بس انت هتجيب لعيب عنده تقريبا 23 سنه ب 4 مليون بس، هتريح دماغك لمده طويله جدا من القصه ديت. اللعيب ده ما عندوش مانع ان هو يرجع على افريقيا، بس هيلعب طبعا في النادي رقم 1 في القاره. ما عندوش مانع ان هو سقف مرتبه مش هيبقى عالي، لعيب لسه بخير ولسه بصحته، احسن ما اروح اجيب لعيب عنده 29 سنه وعنده 30 سنه خلاص بيشطب كوره عايز يجي يعمل قرشين ويتكل على الله. فانت تدفع في دوت 4 مليون ويقعد معاك لفتره احسن ما تروح تدفع دلوقتي في لعيب 1.5 مليون ويجي بعد شويه يقول لك لا والله اصل انا عايز اجدد، اصل مستواه قل، فتيجي تبيعه فما تعرفش تبيعه فتبقى خسرت 1.5 مليون، تجيب لعيب تاني وهكذا، وفي الاخر مش هتعرف تعمل اي حاجه. فالكلام على جاكسون موليكا احنا برضو مش هنستبعده، والله اعلم مهاجم الاهلي الجديد من يكون.